بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إسماعيل يوسف يقول رابطة الأندية منحت الأهلي حق إعادة مباراة الزمالك. قال إسماعيل يوسف عبر قناة MBC مصر: المشهد في آخر 3 سنوات كان سيئا، فالكرة المصرية تدار من قبل رابطة الأندية واتحاد الكرة. وتابع إسماعيل يوسف أن الزمالك كان خارج هذا الملف تماما إلى أن تم إقحامه في الموسم الماضي، خصم منه 6 نقاط، فكان من الطبيعي أن يتم تنفيذ ما تقوله الرابطة. وواصل: قرار رابطة الأندية الأخير خاطئ جدا، فهناك قانون يجب أن يطبق على الجميع كما حدث مع الزمالك في الموسم الماضي. وأكمل الزمالك أدار الملف بمنتهى الحرفية إلى أن تم إقحامه فيه بشكل متعمد، وما حدث يعد أمرا في منتهى الخطورة على مستقبل نادي الزمالك. ومن الممكن أن يتقدم النادي الأهلي بتظلم مستندا إلى قرار رابطة الأندية بحجة وجود عذر قهري يستوجب إعادة المباراة، إلى أن النادي الأهلي عرف ياخد حقه بطريقة حرفية جدا. وأزمة مباراة القمة 130: الأهلي يقدم مستندات جديدة للجنة الاستئناف. انتهت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي من تجهيز ملف كامل بجميع التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، والتي انسحب منها الأهلي على أن يتم تقديم الملف الجديد إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال ساعات. ورفض الأهلي خوض مباراة القمة 130 ضد الزمالك، والتي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم استخدام حكام أجانب. وكشف مصدر بالنادي الأهلي على أن إدارة النادي الأهلي ستقدم مستندات جديدة مهمة تدعم موقفها خلال جلسة الاستمتاع التي ستعقد الأسبوع المقبل بناء على الشكوى الأولى التي تقدم بها الأهلي بعد العقوبات التي تم توقيعها عليه من قبل الاتحاد. وأضاف المصدر أن المستندات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى مقدم الشكوى تتضمن الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من رابطة الأندية المصرية بعدم تعديل قرارات وعقوبات مباراة القمة، والتي تضمن بوضوح أنه لم يتم الاستجابة بشأن طلب حكام أجانب. وشدد النادي الأهلي على أن المستندات الجديدة تدعم موقف الأهلي في طلبه بلعب مباراة القمة، لأنه لم ينسحب من الأولى، ولكنه اعترض على عدم تنفيذ طلبه باستخدام حكام أجانب. وانهيار عمرو أديب عن أزمة تجديد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، وأنباء عن انتقاله بشدة للنادي الأهلي. وقال عمرو أديب عبر حسابه إكس: الموضوع بقى واضح، واللي معاه فلوس أكتر وجاهز هياخد زيزو، ولا تكلمني عن الفالنة ولا روح الفالنة. الكلام الفارغ ده أنا ما خلاص بحبه. بسم الله ما شاء الله، في نادي معاه فلوس من هنا للسما، بيجيبوها منين مش مهم، جاهزين وحاضرين يشتروا زيزو وحسام عبد المجيد وناصر منسي كمان. وفي الآخر بقول لك الأهلي كله من ولاد النادي. عمرو أديب مش مصدق إن زيزو خلاص وقع للنادي الأهلي، وده كان صدمة كبيرة للزملكاوية بعد توقيع زيزو لنادي الأهلي. الاتحاد المصري لكرة القدم يوافق على إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ولكن بشروط. اسمع واوعى يفوتك. الأهلي يستعد لجلسة استماع لحسم موقف إعادة مباراة القمة. تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لمناقشة دفاعه في التظلم المقدم حول رغبته في إعادة مباراة القمة
أمام الزمالك التي كان مقررة يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم. وكان الأهلي قد رفض خوض المباراة بسبب عدم استخدام طاقم تحكيم أجنبي، مما أدى إلى احتسابه خاسرا بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده قبل أن يتم لاحقا إلغاء عقوبة الخصم. وعلى أثر ذلك تقدم النادي الأهلي بتظلم رسمي إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بإلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة وما يترتب عليه من آثار. وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن النادي الأهلي سيجهز ملفا قانونيا متكاملا لدعم موقفه، كما سيشكل لجنة قانونية لحضور جلسة الاستماع وتقديم دفوعه أمام الجهات المختصة. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي النادي الأهلي للحفاظ على حقوقه في المسابقة المحلية، حيث يرى أن قرار اعتباره مهزوما لم يكن عادلا، خاصة في ظل المطالبات السابقة باستخدام حكام أجانب لمباريات القمة. وعلى الصعيد القاري عاد الأهلي للمنافسات الرسمية بفوز ثمين على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة التي يسعى للحفاظ عليها وعلى لقبها. وتحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق ومدير قطاع الكرة النسائية بالقلعة الحمراء عن أزمة مباراة القمة التي انسحب منها المارد الأحمر في بداية جولات المرحلة الثانية من الدوري. وقال شادي محمد خلال تصريحات لبرنامج لعبة والثانية الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا اف ام أن هناك أمور غريبة جدا تحدث مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، والأهلي بعيدا عن الفنيات وهو رقم 1 عربيا والأكثر شعبية، والبعض يريد معاداة النادي الأهلي. وتابع نجم الأهلي السابق محمد شادي أن النادي الأهلي أكبر من أي أحد وأكبر من أي من يفعلون هذه الأمور ضده، ولا يمكن أن تتم معاداته مع بعض الأندية أو أن تتم مهاجمته مع بعض النجوم. وأكمل شادي محمد ما حدث من الأهلي ليس انسحابا ولكنه دفاعا عن حقوقه بمستندات، وأين المنطق أن يتم الموافقة على الحكام من منافس كان يطالب بحكام أجانب في مؤتمر صحفي قبلها بأسبوع. واختتم شادي محمد: أحترم الحكام المصريين، لكن لماذا يتم دعمهم حاليا؟ وأين كنت من دعمهم سابقا وقت خروج البعض ضدهم في مؤتمر صحفي؟ ولماذا لم يتم دعمهم وقتها؟ وعلى جانب آخر، تصعيد جديد من الزمالك بسبب أزمة القمة. وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بطعن إلى لجنة الاستئناف والتظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن عقوبات مباراة القمة. وكانت رابطة الأندية قد قررت تعديل بعض العقوبات التي قد فرضتها على النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة ورفض خوض مواجهة الزمالك بسبب عدم إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي سيتخذها مجلس إدارة الزمالك من أجل الحفاظ على حقوق النادي والجماهير. ويتمسك مسؤولو نادي الزمالك بموقفهم، وهو رفض قرارات إدارة المسابقات بشأن تغيير عقوبات مباراة القمة، وذلك لضمان تطبيق العدالة والشفافية بين جميع الأندية، وعدم مجاملة طرف على حساب طرف آخر مهما كانت المبررات. طبعا نادي الزمالك عمال يحتج وعمال يقدم في تظلمات رغم انه بعيد كل البعد عن الدرع، وهو طبعا في المركز الثالث بفرق نقاط كبيرة جدا، وان نادي الزمالك اصلا ما بينافسش على الدوري، هو دايما بيعمل شو اعلامي وبيعمل صراعات وبيعمل ده طبعا ده حرب طبعا على النادي الاهلي.
ولكن الأهلي يقترب بشدة من الفوز بالدرع إن شاء الله. طبعا ده كانت كل أخبارنا النهاردة عن أحداث مباراة القمة التي هي كل يوم يبقى فيه جديد في جديد، وإن شاء الله الأهلي يتمسك بحقوقه، والمباراة إن شاء الله تتعاد، والأهلي إن شاء الله يقترب بشدة من الدرع إن شاء الله. طبعا ده كانت كل النهاردة أخبارنا عن النادي الأهلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة، وعلشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي وعن الرياضة في مصر. وما تنساش تصلي على حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أما بخصوص واقعة الحكم التشادي محمد الحاج ومحمد هاني،